السلام عليكم. الموضوع الرابع عشر من الهيكل اللي هو Angles of Triangles. إيجاد قياس الزوايا المفقودة أو المجهولة. يعطيك مثلث، بعض الزوايا معروفة، راح تستخدم بعض الخصائص، بعض النظريات، عددها قليل لا تتجاوز الثلاث أربع نظريات أو قواعد. طيب نبدأ. أول شيء شباب لازم تعرف إنه يعني مجموع قياس الزوايا الداخلية لأي مثلث 180. The sum of the measure of the interior angles of a triangle is 180 degrees. يعني مجموع قياس هذيل الزوايا الداخلية كاملة قياسها 180. تمام؟ ولازم تعرفون شباب ان ايضا ان هذه الاشارة تعني ان هذا رايت تراينجل يعني قياسه 90. طيب خلينا نبدأ بهذا المثلث الصغير، صح؟ إذا هذه 90 هذه اللي يسارها كم بتكون؟ بتكون 90 جارتها، صح؟ لأن هذيله شو هذيله؟ سبلمنتري. شو يعني سبلمنتري؟ يعني قياسهم 180. إذا هذه 90 هذه بتكون 90. طب نجي على المثلث الصغيرون هذا. قلنا مجموع قياس زوايا المثلث الداخلية لازم 180، صح؟ إذا هذه 90 وهذه 60 يعني مع بعض سووا 150. واحد كم بتكون؟ قياس الزاوية واحد تساوي 30، صح؟ لأن 90 زائد 60 150. كم باقي لي على 180؟ 30 درجة. إذا هذه الواحد حسبناها 30 درجة. طيب شباب هذه كاملة 90 وجزء منها هذا 30 اللي هو الواحد. الجزء الثاني كم؟ بيكون 60، صح؟ إذا قياس الزاوية 2 60 درجة. اتفقنا؟ هذه كاملة 90. ال90 عبارة عن جزئين، جزء واحد وجزء اثنين. جزء واحد حسبناه 30. كم باقي لي؟ 60. كومبلمنتري. هذيلا كومبلمنتري. يوم يكون عندك رايت تراينجل أو زاويتين مجموعهم 90 هذيلا ار كومبلمنتري. طيب نروح على السؤال اللي بعده. الحين قلنا مجموع قياس الزوايا الداخلية للمثلث كم؟ 180، صح؟ شوف 66 زائد 58 يساوي، صح؟ حط ناقص 180، انسى الماينس طبعا، يطلع 56 الجواب. هذه 56. إذا قياس الزاوية واحد يساوي 56 درجة. طيب واحد واثنين ار فيرتيكال متقابلين بالرأس بهالشكل يسوون حرف الاكس، واضح؟ هذه وهذه، هذه وهذه متقابلين بالرأس يكون لهم نفس القياس. إذا واحد 56 كم بتكون؟ اثنين 56. طيب هذه حسبناها طلعت 56. الحين باقي لنا ثلاثة. هذه 50 وهذه 56. هذه كم؟ مو قلنا مجموع قياس المثلث الزوايا الداخلية للمثلث 180. نحسبها. يلا 50 هذه زائد 56 يطلع معنا جواب 106. كم باقي لي على 180؟ 74. إذا هذه الزاوية ثلاثة تكون 74 درجة. واضح؟ طيب نروح على هذا السؤال. نبدأ بالمثلث هذا اللي تحت. هذا المثلث 36 و35 هذه كم؟ قلنا مجموع قياسهم كم لازم يكون؟ 180. نجمع المعروفين. 36 زائد 35 طلع كم؟ 71. كم باقي لي على 180؟ 109. إذا قياس الزاوية واحد يساوي 109 درجة. إذا هذه 109. طيب هذيلا إن لاين شباب على خط واحد، هذيلا على خط واحد، صح؟ هذيلا سبلمنتري يعني مجموعهم مع بعض الواحد والثلاثة 180. طب إذا الواحد 109 ثلاثة كم بتكون؟ 71، صح؟ إذا هذه قياسها 71 درجة. قياس الزاوية ثلاثة 71. كومبلمنتري أو سبلمنتري، سوري سبلمنتري يعني قياسهم 180. طيب إذا هذه 71 الفيرتيكال معاها كم بتكون؟ اللي سوت معاها حرف الإكس أكيد بتكون 71. طيب باقي لنا هذه اثنين. إذا هذه 80 وهذه 71 كم هذه لازم تكون؟ ما قلنا قياس مجموع قياس الزوايا الداخلية للمثلث 180. هذه 80 والثانية 71 151. كم باقي لي على 180؟ 29. إذا قياس الزاوية 2 29 درجة. تبع اليمين. اتفقنا؟ يلا شباب إذا شفتوا هذه الإشارة الموجودة معناها إن هذه وهذه قياسهم نفس الشيء. تمام؟ طيب نحن قلنا مجموعهم هذيلا كم لازم يكون؟ 180، صح؟ 146. كم باقي لي على 180؟ 34. دامنا هذه وهذه نفس القياس فأقسم ال 34 بالنص، يعني 34 تقسيم 2. هذه قياسها 17 درجة وهذه قياسها 17 درجة. واضح؟ إذا أنجل 1 is 17 degrees وأنجل 2. هذه كيف عرفت إنها نفس القياس؟ ما أدري إذا مبينة بالكاميرا. شوف هذا الخط الأحمر الارك، هذا الارك اللي راسمينه حاطين لك ارك واحد وهني ارك واحد، معناها ان هذا نفس قياس هذا.
إذا قال لك هذا 2 اركس وهذا 1 ارك لا مختلف. واضح؟ طيب نجي على موضوع الاكستيريور انجلز. الاكستيريور انجل يا شباب شو يكون؟ يكون عندك انت مثلث وفي احد السايد سووا له اكستنشن، مدوه، شوف مدوه، فتشكل عندك زاويه يسمونها اكستيريور. هذه الاكستيريور قياسها the sum of the measures of the two remote interior angles. يعني نحن في سايد مديناه وتشكل عندي زاويه، في واحده قريبه منه، شوف واحده قريبه منه وثنتين بعيدات، ريموت يعني بعيده. هذيلا لو جمعتهم يعطونك 145. يعني انا لو قلت له 95 زائد 2x لان هذيلا 2 يساوي البعيده الريموت 145. طب انا كيف احل هذه التو ستيب ايكويشنز؟ دائره طاف مؤقت تذكرون، يلا ناقص 95 ناقص 95 2x شو يساوي 50 صح؟ اقسم على 2 اقسم على 2 يطلع عندي قيمة x 25 درجة. واضح كيف حليتها؟ يلا نفس الشيء عندي x و x يعني 2x صح؟ كم يساوي؟ البعيدات عنهم اللي هو او البعيدة عنهم اللي هو 58 سوري. اقسم على 2 اقسم على 2 يطلع الجواب عندي 28 صح؟ درجة، ولا 29 يطلع عندي 29 درجة سوري. الله يساعدك.